يا جماعة لأي حد نفسه يستورد شغل، أنا مش هصعبها عليك زي اللي صعبها علينا. فاكر احنا قبل ما نسافر الصين كانت ناس بتقول انت هتفشل وانت ما كناش بنسمع الكلام ده بيقوينا. فأنا جاي أقول لك أنت كمحل أنا مش هصعبها عليك، والله ما هصعبها عليك. نفسك تسافر الصين، انا ممكن اقول لك تسافر ازاي. نفسك تجيب تعمل التاشيره فين، انا اقول لك. نفسك تتعامل مع اني سبلاير في الصين، انا اقول لك اتعامل مع مين. طب انت نفسك تسافر الصين ومثلا فاتح محل وعندك مثلا مش لاقي حد يقف مكانك، فالعماله كلها مش زي بعضيها، مش مآمن الدنيا. انا ممكن اجيب لك البضاعه وانت في محلك بسعر الصين. كل ده اخوك منعم، انا مش هصعبها عليك. طب انت نفسك تشتغل اونلاين، اشتغل اونلاين، اقول لك اساعدك ازاي تشتغل اونلاين. طب انت شغال مثلا في شركه او في مصنع وعايز تبتدي حاجه جنب جانب الشغل، حاجه جرابين مع سكرينه مع بتاع، انا ممكن ادوم لك بسعر الجمله وتاكل فيهم لقمه عيش، مش عيب. مش عيب. طب انت نفسك تشتغل اونلاين ومش عارف تصور وشغال في شركه، انا ممكن اديك الصور بتاعتي تسوقها عادي، وممكن كمان اشيل لك اللوجو بتاعي اللي على الصوره وكانك انت اللي مصورها. مش مشكله طالما تطلب من عندي عادي، الرزق شغال، ما عندناش ادنى مشكله. وسعها على غيرك ربنا يوسعها عليك. فانت معاك كذا حاجه. عايز تسافر الصين، انا ممكن اقول لك تسافر ازاي. طب عايز تستورد وانت في محلك، انا اقول لك ازاي تستورد. طب عايز تستورد وانت في محلك ومش عايز توجع دماغك، انا ممكن اقول لك الحاجه دي عليك بكذا، تكلفتها بسيطه كذا، انا هاخد كوست بسيط كذا. السلام عليكم وعليكم السلام.